اسطمبة اللقاءات اللي بتحصل مع اللعيبه بعد الماتش عمرها ما بتتغير. انا يوسف التهامي العميد. لقاءات ما بعد الماتشات بنجيب لعيب نوقفه على التراك نساله نفس السؤال بتاع كل مره، وقبل ما يبدا كلامه بيسال المراسل مين عندك في الاستوديو، فالمراسل يقول، فاللعيب يسلم على كل الكباتن اللي موجوده عنده في الاستوديو وهم اصلا ما يعرفوش بعض. ده لوحده تلت ساعه من اللقاء. المهم اي لعيب في مصر بيبتدي كلامه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا مش ضدها، بس هل انت كل كلامك اللي بتقوله في الدنيا بتبتدي بنفس الجمله، ولا انت بس بتقول لنا كده في اللقاء عشان يبقى عندك شويه مصداقيه في الكلام اللي انت هتقوله؟ المهم لو كسب يبقى الحمد لله على 3 بونت والماتش كان صعب، في حين ان هو كسبان 9، بس هو لازم يقول كده، والفضل كله يرجع للجمهور ومجلس الاداره بعد ربنا سبحانه وتعالى. لعبنا ضد فريق محترم ومدير فني محترم والحمد لله قدرنا ننفذ تعليمات الخوارج، واهم حاجه مصلحه الفريق، مش مهم مين يسجل، في حين انه لسه ماسك في زميله عشان ما سابلوش البيلي. ايه التعريف؟ طب لو خسر يطلع يقول لك اول حاجه انا ما بحبش اتكلم على التحكيم، بس الحكم بتاع النهارده ده ابن وانا اسيب الحكم للكباتن اللي في الاستوديو والمخرج والمونتير واي حد معدي من قدام الاستاد، بس انا ما بحبش اجيب سيره التحكيم. وبعدين بيدور ويطلع بقى على فقره التلاحم بتاعه الماتشات والاجهاد والاصابات والكلام بتاعه ده، وقبل ما يختم كلامه في اللقاء يطلع يقول لك معلش اصل في سوء توفيق ما لازلنا بقى له حوالي 12 ماتش. واهم ركن طبعا في اللقاءات التلفزيونيه اللي بتحصل بعد الماتش ان لازم كل الناس اللي واقفين ورا في التراك اللي محدش اصلا يعرف مين دول يقعدوا يعدوا رايحين جايين من قدام الكاميرا، قال يعني مش واخدين بالهم ان في لقاء بيتصور، واللي قلبه ميت فيهم بيقوم مقتحم اللقاء وبايس اللعيب ده من رقبته وهو لسه عرقان لدرجه انه بيستطعم ريحه الملح اللي بيبقى تحت الياقه. عموما قولوا لي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجه بتستفزكم في اللقاءات التلفزيونيه اللي بتحصل بعد الماتش.